دقائق يا طبعا فندم. ابو ممدوح، انا اسف لحضرتك. في تعليق عجبني جدا جدا جدا. يا جماعه، انا جنبي صديق مسيحي وهو طبيب بشري، وحظه بقى ان هو جه عندي وانا متابعكم وبيسمعكم بشغف. والله يا دكتور، يعني لو بتسمعني، طب اكتب واحد بس، لو بيسمعني حاليا يكتب واحد. هو انا اشوف عموما التعليقات. عموما يعني في مشكله في احنا النت عندك يا اخت شيماء تقريبا. عندي انا. لو بص يا ابو اسلم، انت خليك متابع التعليقات عشان انا معايا التليفون. لو كتب واحد اقدر اتكلم، بس اولي 4 دقائق او 5 دقائق فقط لا غير. بس اتمنى يا اسلام هنخلي الحوار خفيف. 4 دقائق كتير. احنا بص يا استاذنا، تابع اخونا اسلام، تابع اخونا ادم. اسلام ما شاء الله عليه متمكن جدا. هو ادم راح فين؟ طيب هو في صوت ليا؟ هيجي دلوقتي اكيد، النت عنده ضايع. النت عنده او جات له مكالمه احتمال كبير. يا جماعه يا جماعه الخير، اتفضل يا استاذ اسلام. لا اتفضلي، بقول لك اتفضلي. انا لا بشوف التعليقات، بشوف بس الدكتور. اتفضل. لا اتفضل يا اسلام، انا على الميوت. لا، بقول لحضرتك كملي، انا بشوف التعليقات. لو هو الدكتور موجود انا هتكلم، بس يسمعني 3 دقائق او 4 او 5 دقائق، وهو ده كله الخص له الايمان بتاعه. نعم، كتب لك واحد. اتفضل. طيب بص يا دكتور، انت حضرتك ايمانك بتقول ان المسيح هو الله وابن الله بالكلمه، ونزل الارض عشان يدينا بدمه على خشبه الصليب. اذا كنت ارثوذكسي او كاثوليكي حضرتك يا دكتور بتؤمن باسرار الكنيسه السبعه. بتؤمن طبعا، والايمان الشديد عند حضرتك ان النبي محمد نبي كاذب، لقول السيد المسيح: احترزوا من الانبياء الكذبه الذي سياتي من بعدي، لانهم ياتونكم بثياب حملان ومن داخلهم ذئاب قاطفه. مين اللي جه بعد السيد المسيح؟ سيدنا محمد. يبقى ده النبي الكاذب اللي تنبأ عليه السيد المسيح قبل ما يصعد للسماء. طب انا بقول لحضرتك، هل ايمانك ده يوافق الكتاب المقدس؟ يوافق ما هو مكتوب في الكتاب المقدس وما هو، او يوافق تعليم السيد المسيح؟ تعالى حضرتك نشوف الكتاب المقدس. طبعا انا مش هتكلم على كل الايات، انا هختصر لك حاجات بسيطه، مش هتكلم غير 3-4 دقائق بس. الكتاب كله من اول متى لرؤيه يوحنا اللاهوتي، حضرتك ما فيش نص صريح بيقول ان السيد المسيح هو الله او هو اقنوم الكلمه، او هو يعني ده، بل بالعكس ذكر ان هو انسان ونبي ورسول ومرسل من قبل الله. واجيب لك 36 ايه صريحه على لسان السيد المسيح. السيد المسيح، انا هجيب لك نص واحد قاله السيد المسيح. السيد المسيح ذكر في الكتاب المقدس ان هو انسان وابن انسان. طبعا انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، وقال عليه ان هو ابن انسان. لما احد التابعين للسيد المسيح قال له: يا معلم اتبعك حينما تمضي؟ قال: للثعالب اوجرها وللطيور السماء اوجزها، لكن ابن الانسان ليس له مكان ان يسند راسه. طبعا كده الكتاب المقدس عرفنا ان السيد المسيح انسان وابن انسان. تعال نشوف نص في العهد القديم في سفر العدد لصح 23 العدد 19 بيقول: كان في حوار ما بين بلاق وبلعام. لما قال له: ماذا تكلم الرب؟ قال: اسمع يا بلاق واصغ يا ابن صفور، ان الله لا يكون انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم. يعني من المستحيل ان الله يكون انسان وابن انسان، والمسيح اتقال عليه ان هو انسان وابن انسان. طبعا ده انا هجيب لك مختصرات بسيطه جدا. تعال نشوف حضرتك اسرار الكنيسه السبعه. انت عند حضرتك سر من ضمن اسرار الكنيسه السبعه، الا وهو سر المعموديه. بيعتبر من اقوى من عقيده الصلب. ليه؟ لان السيد المسيح قال: من امن واعتمد خلص، الذي لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات. خليك كده معايا يا دكتور. لو انا او كاي شخص من الموجودين امن بان السيد المسيح هو الله وابن الله بالكلمه، وانه هو اقنوم الكلمه، وانه هو الاله المتجسد، ولم يتم معموديته، ايه هيكون مصيره؟ هيكون مصيره بحيره الكبريت.
يبقى الصلب والفداء ما نفعوش بشيء. اهم حاجه المعموديه. كده انا بقول لك سر من ضمن اسرار الكنيسه السبعه اللي هو سر المعموديه اقوى من عقيده الصلب. تعال بقى نشوف النبي الكاذب هل هو مذكور داخل الكتاب المقدس ولا غير مذكور داخل الكتاب المقدس. لو رحنا لأشعياء 29:12 هيعرف لنا يعني من هو هذا النبي. طبعا هيكون نبي أمي. ليه؟ لأن الكتاب المقدس في أشعياء 29:12 قال أو يدفع الكتاب إلى صاحب الذي لا يعرف الكتابة فيقول له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. طبعا الكلام ده في الفندايك. لو رحنا للعربية المشتركة هتقول القراءة. طيب هات لي نبي من أنبياء العهد القديم اللي هم مذكورين 43 نبي، هات لي نبي واحد أمي. هات لي نبي من التكوين لملاخي، هات لي نبي واحد أمي اللي هو بيقول أو يدفع الكتاب إلى صاحب الذي لا يعرف الكتابة. إذا صفة هذا النبي سيكون نبي أمي. طبعا المذكور هو إيه؟ سيدنا محمد الوحيد اللي هو نبي أمي، لأن ما فيش في أنبياء العهد القديم نبي أمي طبعا غير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي الأمي. طب صفة النبي ده يكون أمي، مكانه هيكون فين؟ لو حضرتك رحنا لأشعياء 21:13 هنلاقي وحي من بلاد العرب. إذن هذا النبي سيكون نبي أمي وهيكون من بلاد العرب. حضرتك لو رحنا لأشعياء 42:11 ترنيمة جديدة على جبل سالع. حضرتك ممكن تكتب على أي موقع أين يوجد جبل سالع. اقرأ حضرتك أشعياء 42:11 هتلاقي جبل سالع. انت اكتب كده أين يوجد جبل سالع هتلاقيها المدينة المنورة. طب الترنيمة الجديدة اللي هي ايه؟ أولا في أقوال بيقول لك طلع البدر علينا أثناء الهجرة من مكة للمدينة، أو أثناء انت حضرتك لما بتعمل حج بتقول لبيك اللهم لبيك. دي الترنيمة الجديدة. هل تنبأ موسى على هذا النبي الأمي؟ أقول لحضرتك تنبأ موسى على هذا النبي الأمي. أولا لما بنقول في الآية الأولى اللي هو النبي الأمي اللي هو لما بيقول لا أعرف الكتابة، أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وكان في حوار دار ما بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد. قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ده أو اللي هو في النص بيقول إيه أو الآية بتقول إيه؟ أو يدفع الكتاب إلى صاحب الذي لا يعرف الكتاب. طب تعالى نشوف موسى هل تنبأ على النبي محمد. أقول لك موسى في التثنية 33:2 تنبأ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله، جاء الرب من سيناء وأشرك لهم من سعير وتلألأ من جبل فران. تخيل النص اللي في سفر التثنية 33:2 ده موجود آية قرآنية فيه. طب تعالى نشوف الثلاث بقاع اللي هو هنقول في سفر التثنية سيناء وسعير وفران. جاء الرب من سيناء أشرك من سعير تلألأ من جبل فران. لو لينا بصينا لسيناء اللي هي مكان نزول رسالة سيدنا موسى، وسيناء جبل الطور بمصر. أما سعير مكان نزول رسالة سيدنا عيسى، وسعير دي فلسطين أرض الجليل اللي عاش فيها بنو يعقوب وأخواته. أما فران مكان نزول رسالة سيدنا محمد، وفران جبل بمكة، والمكان ده اللي يقال عليه جبل أحد. طيب هل فران فعلا جبل بمكة زي ما قال موسى؟ هنقول لك ارجع لسفر التكوين 21:16 لما ربنا بشر إبراهيم وقال له سأجعل إسماعيل أمة كبيرة وعظيمة. ومذكورة كده في سفر التكوين إسماعيل أي الله يسمع، يعني كلمة عبرية تعني الله يسمع. وربنا وعد إبراهيم في الكتاب المقدس في سفر التكوين قال له سأجعل إسماعيل أمة كبيرة وعظيمة لأنه من نسلك. أنا هسأل حضرتك أين الأمة الكبيرة والعظيمة اللي هي من نسل سيدنا إسماعيل؟ ألا وهي رسالة أو الإسلام اللي هو سيدنا محمد. طب تعالى نشوف جاء الرب من سيناء وأشرك من سعير وتلألأ من فران. فين الآية القرآنية اللي انت قلت عليها يا إسلام يا فيومي؟ أقول لحضرتك والتين والزيتون
وطور سنين وهذا البلد الأمين. طب تعالى نبص للآية دي، فيها 3 حاجات، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون مهجر سيدنا إبراهيم وولادة سيدنا عيسى، المقصود بها فلسطين. وطور سنين، طبعا طور سنين اللي هي سيناء، المكان اللي اتكلم عليه ربنا سيدنا موسى. والبلد الأمين المكان اللي اتربى فيه سيدنا محمد. وأنا آسف طبعا يا أخوة للإطالة، ولو عايز حضرتك أقعد معاك ساعات أثبت لك فعلا أن الكتاب المقدس بشر بالإسلام، وكمان على لسان المسيح لما قال هذه الأثمار تنزع منكم وتعطي لأمة تؤتي ثمارها في حين. الثمار هنا الأعمال. تقدر تقول لحضرتك أنت ليك أي عبادة لها وقت؟ لا، أنا أقول لك كل عبادة لي عندي في الإسلام ليها وقت. الصلاة بوقت، الصوم بوقت، الحج بميقات. كل حاجة، كل الأعمال عندي في الإسلام بميقات أو بميقات معين. والمسيح قال ينزع منكم، الموضوع ده ينزع منكم ويؤتي لأمة تؤتي ثمارها في حينه أو تؤتي أعمالها في حينه. وجزاكم الله خير. اتفضل يا أبو أسلم، اتفضل يا أم ممدوح. جزاك الله خير يا أخي. وأخونا بيقول لك على فكرة الدكتور عنده 5 من ذويه أعلنوا إسلامهم. طبعا نسأل الله لك الهداية أخينا الدكتور. يعني الطرح اللي قدمه أخويا إسلام طرح شامل، بسيط وشامل. والأساس في الموضوع يا أخويا إسلام، أنت كبشر أنت عايز تعبد مين؟ الله الواحد الأحد. مين مستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ هو الله. فأنت اديت له مفاتيح للبحث، والباحث عن الحق يكفيه دليل واحد. الباحث عن الحق يريد كلمة واحدة بتغير قلبه. يعني أنا وكلنا كده لما ربنا سبحانه وتعالى أنار عقولنا لسبب ما، بدأنا ندور ولينا الحق واضح فعلا في اتباع الله وحده لا شريك له. الإسلام هو منظم للعبادة، هو رسالته واضحة، على عكس المسيحية واليهودية. زي ما حضرتك بتقول، الإسلام أتى جامع لكل الرسالات السماوية وملخص لكل ما أتى، لأنه أتى من الله سبحانه وتعالى مباشرة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخت ممكن. والله الحمد لله ان هو بيسمعني. يعني والله انا ممكن اقعد ساعات اتكلم معاه. هقول لحضرتك وبس ما يزعلش مني، ايمانك الحالي يا دكتور لا يتوافق مع تعليم الكتاب المقدس ولا تعليم السيد المسيح. والله للاسف يا دكتور، للاسف كل العقيده الحاليه اللي موجوده يعني تعليم اباء كنيسه، او ما يعني تعليم الاباء ما بعد ما كمان يعني مجمع نقيا من سنه 325 تسلموا هذه يعني الرساله، وابتدت تنتشر بهذا الفكر، فكر اثناسيوس. هذا الفكر للاسف هو ضيع المسيحيه. فكر بولس الرسول اللي اخترع حاجه اسمها فداء وصلب. طب تخيل يا دكتور ان بولس الرسول، بولس عظيم المسيحيه، كان لا يؤمن بألوهية السيد المسيح. بولس ولا بطرس ولا يعقوب بن زبد. إيمان بولس كان بإله إله أجداده. إيمان بولس كان بإله إله أجداده. كانوا عارفين اللي وضع ان يسوع الإيمان النبي. المسيحي هو أثناسيوس الوثني من خلفية وثنية، والمصدق على الإيمان المسيحي هو قسطنطين الوثني. يعني تخيل. والعبادة يعني أنت شوف المسيح نفسه العبادة كلها وثنية والله. يعني في أول لايف أنا كنت بقول لأخت ممدوح اتفضل يا أبو أسلم. بولس الرسول قال كلام خطير جدا للي يعقله. قال يوجد إله واحد، شوف خلي بالك، يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. طب بالله عليكم كيف يكون إله وهو نفسه الوسيط بين الله والناس؟ وبعد كده جاء بوظ الدنيا في غلطية بيقول لك ولكن الوسيط لا يكون واحد. شوف لا، الوسيط لا يكون واحد. إذن بولس الرسول كان بيقول أن السيد المسيح
رسول. وخلي بالك للي يتبع أقوال بولس كان هذا الفكر هو الفكر الغنوصي. الفكر الغنوصي اللي هم بيقولوا إن الغنوصية مهرطقة، مجرد ما الغنوصية أثبتت أن المصلوب هو سمعان القيرواني وليس السيد المسيح. ولو عايز يا دكتور أتكلم في حلقة كاملة عن موضوع هذا الكلام، أقسم بالله أفتح لك، بس إن شاء الله أصلح اللاب أو أشوف المشكلة فين، ويعني يتابعني أو حضرتك تتابعني، وأتمنى لو هو موجود يعني يسمعني، وهجيب لك أقوال بطرس الرسول. يا جماعة بطرس الرسول اتسخرت الكنيسة بعد رفع المسيح، بعد صعود السيد المسيح. قال نص قوي جدا في أعمال الرسل 2:22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب فعلها الله بيديه أمام الله وأمام جميع الناس. يعني حتى بولس صخرة الكنيسة كان بيقول أن المسيح رجل، وهذه الأعمال اللي كان بيعملها السيد المسيح كانت يعني من عند الله. ده بطرس. تلميذي أمواس المختص بيسوع الناصري إذا كان إنسانا نبيا مقتدرا في القول والفعل. هات لي تلميذ واحد، تلميذ من ضمن التلاميذ أقر بألوهية السيد المسيح. هات لي من الكتاب المقدس، خلي بالك يا دكتور، يشهد على صلب المسيح. المسيح نفسه، المسيح في يوحنا 17:4 قال حاجة يعني خطيرة: أيها الآب العمل الذي أعطيتني قد أكملته. أي الرسالة التي جاء بها المسيح كملت قبل عملية الصلب. لو كان السيد المسيح جاي يتصلب بإرادته، لماذا خر على الأرض وصلى وبكى وقال يا أبا الآب أن تعبر عني هذه الكأس، لا تكن لا إرادتي بل إرادتك؟ وقال في يوحنا 8 وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. لو كان السيد المسيح جاي يتصلب بإرادته، لماذا تضرع في بستان جثيماني أن تعبر عنه هذا الكأس؟ طيب هل الآب سمع لمناجاة الابن في بستان جثيماني؟ وأقول لك والله سمع. لو حضرتك قريت في رسالة بولس الرسول اللي هي رسالة العبرانيين 5:7 بتقول كلام خطير جدا، بتقول الذي كان في أيام جسده إذا سمع بصراخ شديد ودموع وتطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت فسمع له من أجل تقواه. المسيح اللي قال لكي يتم ما قيل عني في الأنبياء والناموس والمزامير. اقرا حضرتك المزمور 91، اقرا المزمور 118، اقرا المزمور 20، بيقول أن الرب مخلص مسيحه. أقسم بالله أنا الحمد لله يعني بعيد عن الموضوع، أنا عملت 3 مناظرات في موضوع الصلب مع القس جاكوبي مع القس رضا واخيرا مع نايسمان. الحمد لله ما قدروش يثبتوا ان السيد المسيح صلب من داخل الكتاب المقدس. بالعكس انا بينت لهم ان المسيح لم يصلب من داخل الكتاب المقدس. واتمنى ان كنت سامعني بصدر رحب، لاني والله لا اتمنى لك الا الخير. كفايه بقى انا تعبت. هات شطميه جاي. على فكره هو سمعك وكاتب تعليقات طيبه، وانا بدور على رقم الموبايل هثبته على الشاشه دقيقتين. يا ريت يا دكتور تسجله له، الله يكرمك. هو سمعك، ده مبسوط جدا، ده بيقول لك صم معانا في عرفات يوم عرفات وكان مبسوط جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا يبارك فيك والله يا جماعه، ربنا يعزكم جميعا والله. يا دكتور سجل الرقم بعد اذنك، عليه الواتساب بتاعي ونعمل شات مشترك احنا كلنا مع بعضنا ايد واحده، ووصلك باخونا ادم واخونا اسلام، هم اساتذه ما شاء الله عليهم وافاضل اللهم بارك يعني. فرقم الواتساب للقناه اهو يا دكتور، بعد اذن حضرتك استاذنك تسجله. في صوت ليا اكيد. ولو كده يا جماعه يعني لو يشترك في قناتي برضو عليها حاجات جميله جدا، يعني برضو فيها يعني بعد اذنك الممدوح طبعا بعد اذنك. انا قناتي اسمها اسلام الفيومي الشماس السابق لمقارنه الاديان، وعليها صورتي بالزبط. انا عليها صورتي، انا اتمنى برضو الاشتراك فيها. وحضرتك برضو ولو حابب حضرتك تطلع بس من دون كاميرا مثلا كده، ولو عايز تسالني في اي موضوع داخل الكتاب المقدس، انا اكون شاكر ليك واكون تحت امر حضرتك، وان شاء الله هبين لك. بقاله اكتر من 3 شهور ما دخلش كنيسه.
ودي يعني بدايه دي خطوه، التحول هنا، يعني اول حاجه انك تخلص منها كنت كمسيحي، بقول دي بدايه انك الخطوه ما تاخدش الماضي. القربانه ديت، لان حقيقه يعني الوضع فعلا ما تعرفش ايه اللي بيبقى تامن فيها، وارتباطنا فعلا كمسيحيين سابقين بالكنيسه بلا وعي وبلا عقل وبلا تفكير بسبب التناول. لكن لما بنقطع التناول الحقيقه بنبدا يحصل عندنا نوع من الفهم والادراك. طبعا اخويا اسلام ربنا يبارك فيه ويحفظه ما شاء قدم الله. لك نعم نعم. شواهد كتابيه، وليس يعني شواهد كتابيه من داخل الانجيل. وحقيقه انا برضو يعني كنت بقول في بدايه البث ان انا ما لقيتش فعلا قول واحد للمسيح عليه السلام، حتى عليه لما كنت السلام. بستشهد بقصه الغني اللي كان بيساله ماذا انا افعل لارث الملكوت. استخدمت دقيقه واحده معلش. اتفضل يا حبيبي. فما اتفضل طلبش يا منه سماح. انه يعمل شيء، قال له حاجه واحده بس: احفظ الوصايا. كنا بنقول كده في اول البث، الله يبارك في حضرتك اخويا فواز، كنا بنقول كده ان المسيح ما طلبش انه يستنى لما يتصلب او كده، لكن قال للشاب ده، قال له حاجه واحده: احفظ الوصايا. وطبعا كلنا يا دكتور حافظين الوصايا وعارفين الوصايا كلها بتقول ايه. واهم واول وصيه زي ما المسيح عليه السلام اتكلم. الله يحفظك يا حبيبي ويزيدك من العلم يا رب. لا 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 مش قصدي والله. بص يا ده دكتور، شويه كتب كده على الماشي. نعم. اتفضل اتفضل يا اخويا اسلام. ده كتاب مقدس فان دايك، ايوه ده حضرتك ترجمة الحياة، ايوه ده العربية المشتركة، ده الترجمة المبسطة، ده العربية المشتركة تاني بس كتاب أكبر من كده. ما لقيتش نص يوافق نص صحيح. في الكتب دي أو في الخمس ترجمات دي، ما لقيتش نص يوافق نص. أستاذن معاليك، بس أستاذن معاليك تقتني هذا الكتاب. هو على فكرة كتاب مسيحي، المدخل إلى العهد الجديد، المدخل إلى العهد ممتاز. الجديد للدكتور القس فهيم عزيز. على فكرة أنا قريت الكتاب ده مرتين، والله يا دكتور هيبين لنا إن الكتاب نفسه يعني للأسف تعرض للتحريف، لدرجة إن الراجل ده بيقول حاجة غريبة جدا. بيقول لك عندما نأتي إلى إنجيل يوحنا ندرك شيئا واحد: الله وحده يعلم من هو كاتب إنجيل يوحنا. الراجل ده بس بيقول لك وهم كمان كانوا في اميين ما إضافات، بيعرفوش يكتبوا. نعم. في إضافات دخلت اتطرقت داخل الكتاب المقدس، زي الفصلة اليوحنوية دي جات بعد القرن السادس. المرأة، قصة المرأة الزانية، قال لك دي من ضمن الإضافات. يعني قال لك في أكتر من 26 نص تعرضوا للإضافة وللحذف، لدرجة إن هنا بيقول لك إن كان في عالم بيقول لك عندما أقرأ الكتاب المقدس كأني أتجول للأسف في مستشفى أمراض عقلية. ده كلامه والله مش كلامنا احنا. وأتمنى حضرتك استنى يا اسلام بيقول لك ربنا يسعدكم ويحفظكم، والله 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 انه يبكي الان. ليه تبكي يا اخي؟ ده نعم البكاء نعم. دي اول كده البدايه انك انت فعلا حسيت ان انت من جواك متغير، والبكاء ده فعلا وبكاؤه هو رضا من الله سبحانه وتعالى، وبكاؤه هو رضا من الله سبحانه وتعالى عليه. ان يكون البث النهارده الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كنا عاملين البث الحاجه ويطلع حاجه تانية، دي اكبر فرحه ان ربنا والله. سبحانه وتعالى يمن عليك وتسمع هذه الكلمات الذي تشفي قلبك وترضي عقلك لتتبع الله الواحد الاحد. يعني يا رب هي دي اللهم امين. الاساس، وهو ده اللي انت موجود من اجله في الدنيا. انت واللي موجود في احنا الدنيا بنفتح عشان ترضى بسبب الله اللايفات سبحانه يا وتعالى. جماعه، بنفتح لايفات بسبب كده. اقسم بالله كل مره بنفتح لايفات نجدد النيه لله، يا رب اجعل فيها دعوه مستجابه، يا رب ان شاء اجعلها الله. سبب لهدايه من اتبع. اللهم امين رب العالمين. ودي هتبقى اجمل هديه الامن باذن الله تعالى، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمه الاسلام. والاسلام هو ايه؟ ان تسلم قلبك الى الله. الاسلام مش لقب يا اخويا الحبيب. على فكره كلنا عرفنا المسيح واتبعنا المسيح واحببنا المسيح في الاسلام اكتر من المسيحيه. يعني احنا تخيلي احترمنا المسيح وعرفنا المسيح
في الاسلام اكتر من المسيحيه، ولكن كل شيء في الاسلام بيعرفك وضعه الاساسي فين. المعبود الذي له الحق في الاسلام ان يعبد هو الله وحده وليس اخر، على عكس المسيحيه انت مش عارف بتعبد مين، انت بتطلب في المسيحيه مش عارف بتطلب من مين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح قلبك وينير عقلك ويثبتك على الحق ويكتب لك الهدايه وان تكون مسلما ويؤتيك بذريه مسلمه. اتفضل يا اخويا اسلام. اللهم امين، اللهم امين. وبعدين بيبشرنا يقول ان هو عنده اهل يعني ربنا اكرمهم بنعمه الاسلام ده. يعني انت خد الخطوه يا اخي وانت قلبك مطمئن مطمئن. الحمد لله رب العالمين. معاك اخوه. لا انا عايزه بص يا ممدوح، انا هقول له على حاجه واحده بس. عندي ايه في القران الكريم في سوره النساء بالتحديد الايه 82. الايه دي خلي بال حضرتك يعني تلخص الاسلام كله. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا انا لو جيت حبيت اتكلم معاك على اختلافات الكتاب المقدس هختصر كلام العالم ويليام باركلي لما قال: عندما قرأنا الكتاب المقدس وجدنا فيه اختلافات او اكتر من كلمات العهد الجديد. انا حضرتك ممكن اطلع لك بس 26 اختلاف في واقعة الصلب فقط والقيامة. 26 اختلاف ما بين متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ومن كل الترجمات، فان دايك، العربية المشتركة، العربية المبسطة، الحياة. والحمد لله الحمد لله كل الترجمات دي عندي. عايزك استغل الضيف انا عايز 20 ثانية بس. اخونا اسلام اديني ميعاد بكره يا اسلام نفتح لايف للاخ الضيف دوت وننزل ستريم وننزل رقم الموبايل. لو ما عرفش يطلع ستريم يتصل بالموبايل ويطرح اسئلته وانت ترد عليه يا اسلام، واحنا كلنا موجودين نرد عليه. ايه رايكم؟ تمام. عايزه يمشي ورا كلام السيد المسيح ان شاء الله بكره آية قرآنية. عفوا يا اخونا اسلام، بكره يا حضره الشيف انت والدكتور احنا في انتظاركم بكره ان شاء الله، والاخوه جميعا الساعه 10 مساء زي بس النهارده او 9 اللي تقولوا عليه. فعل الجرس عشان تلاقينا موجودين كلنا في خدمتكم جميعا. في انتظاركم بكره. كمل يا اخونا اسلام. انا اسفه ان انا قطعتك يا اخي. ولا يهمك حضرتك. انا عايز يمشي ورا يعني آية قرآنية وقول من أقوال السيد المسيح. سيد المسيح قال: كذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وعندي آية قرآنية بتقول إيه؟ كل متاع الدنيا قليل. أنت حضرتك بقيت وزير، بقيت في مترين وهتدفن وهتحاسب على عملك. عايزك يعني اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. انت حضرتك يا دكتور ما بنقول يعني انا مش عايز اقولها، ما بنقولكش لا، انا عايز حضرتك تدرس الكتاب المقدس. ولو درست للكتاب المقدس واتبعت تعليم السيد المسيح والله لا تشهد ان لا اله الا الله وان المسيح رسول الله كما جاء في يوحنا 17:3: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عايزك تقرأ يوحنا 5:19 لما بيقول: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا ولكن كما أسمع دين ودينونتي عادلة لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. يوحنا 5:19 ويوحنا 5:30 بتقول: الابن لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا. وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نشوفكم يعني غدا إن شاء الله. انا صوتي مسموع طيب يا ابو اسلم ولا؟ صوتي مسموع حبيبي، جميل جدا، واصل يا حبيبي جدا. وبص يا دكتور، يعني آية من الانجيل اهيت برضه بتقول لك ايه: كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعون حسب اسمه. بيقول لك يا اسلام، بيقول والله يا جماعه
لو عرفتوا هو جه ازاي النهارده هتتفاجئوا. انا شغلي في مدينه الطور وبقى لي اكتر من شهر ما شفتوش. فالحمد لله يعني احنا شوف البث اتاخر واحنا طالعين نتكلم في حاجه، لكن وجودك والله شرف لينا، ونحمد الحمد الله لله. ان ربنا سبحانه وتعالى الحمد يجعلنا لله رب العالمين. سبب الحمد لله. انك تفكر بس لاخرتك. والموضوع والله بسيط، يعني انك تتبع الاسلام لم تترك المسيح، بل تعبد اله المسيح ورب المسيح وليس المسيح كما علمونا في المسيحيه واضلونا. لان المسيح عليه السلام كان موحد زي اخويا اسلام ما قال لك الشواهد اللي بتتكلم. المسيح نفسه جثى على ركبتيه في بستان جثيماني وصلى الى الله. المسيح عليه السلام وهو عندما كان يطلب الغفران او كان يطلب من الله، وكان يصلي الى الله، وكان يدعو الله. فالعقل لا يقبل ان يكون المسيح اله. نحدد بكره اللايف، بكره ان شاء الله في تمام 10 مساء. منتظرين الاخوه ومنتظرين الدكتور ومنتظرين اخونا الشيف، منتظره اخونا استاذ اسلام، اخونا استاذ ادم، منتظره الجميع الحضور بكره ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين. 9:30 عشان الناس اللي مش هيوصل لها اشعار، يبقى بكره الساعه 9:30 باذن الله. طب يا جماعه عشان الاشعار ما بيوصلش بسبب ان ما بيبقاش فيه لايك كتير ولا تعليقات كتير. القناه طبعا انتوا عارفين ان عليها بلاغات ونزلت من الترتيب في انها تتشاف مشاهده اولى. فالله المستعان، هي لله ورب العباد بيسخر ويسبب الاسباب. سبحان الله العلي العظيم. اللايف ده احنا محددينه من ساعتين يا جماعه، تيجوا نطلع لايف ندعو الناس، قالوا يلا فاضي دلوقتي ولا امتى؟ قالوا الساعه 9. ف يعني هو قدر الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، وقدر الله عز وجل انه يتواجد معنا الدكتور واخونا الشيف. احنا كلنا ايد واحده متكاتفين. بجد 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 من اسعد اوقات حياتي ان الله عز وجل يسخرنا لهذا الفعل الطيب. الحمد لله رب العالمين. اتفضلوا يا اساتذه. اتفضل يا اخونا ادم واخونا اسلام. طيب انا عايز اسيب حاجه بس اخيره كده ان شاء الله قبل ما نقفل. لو في فرصه مع الشيف والدكتور كده انك بس سريعا بس تقول للدكتور يسجد الى الله ويقول له ما يقول، يطلب من الله في السجود فقط. يعني توضأ، تطهر واسجد الى الله. مش عايزينك صلي الى الله بما تقول، ولكن وانت ساجد كما كان ساجد المسيح. وان شاء الله شوف اللي هيجي معاك هيبقى ايه باذن الله تعالى. فعلا اخونا الشيف، انت دلوقتي بعد اذن حضرتك هتخليه يتوضا ويصلي زي ما هو عايز ويسجد لله، يغتسل ويسجد الى الله فقط ويطلب من الله ما يريد، ويسيبه هو. يعني هيبقى حواره مع الله طويل، ويعني الله احنا مستبشرين خير والله. هي الوجه الله وبجد بجد هي الوجه الله. ومن اسعد لحظات حياتي واعتقد حياتنا احنا جميعا ان الله عز وجل يسخرنا لفعل الخيرات. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اتفضل يا استاذ اسلام، اخونا اسلام، اخونا ادم، اتفضلوا. تنسوش بكره الساعه 9:30. نعم اتفضل. يعني قبل الميعاد ده بساعتين. احنا ما شاء الله احنا بقى لنا ساعتين والله. يعني احنا بنتمنى بس ان هو اتفضل بس يشترك في القناه عندنا يعني كده، وربنا يكرمنا باذن الله. واحنا والله كل ده يعني لوجه الله يعني، وربنا ييسر لنا الامر ونقدر يعني ونبين الحقيقه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ولو هو باحث عن الحق ان شاء الله ان شاء الله يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان المسيح رسول الله وعبد الله ورسوله. هترك برضو رقمي تاني وهنعمل جروب جماعي في وجود اخونا اسلام. خلاص احنا بنقفل يا اخونا اسلام عشان احنا بجد البث النهارده فوق الرائع، فوق يعني بجد ممتع. اتكلمنا في حاجات كتير، فتحنا قلوبنا وحكينا في حاجات كتير، وختمها الله العلي العظيم باخونا المهتدي ان شاء الله الجديد. اتفضلوا اختموا ونقفل بقى على كده. بجد اسعدتوني جدا وانا فرحانه ان رب العباد سخرنا لهذا الفعل. اتفضلوا يا اساتذه. اتفضل يا اخويا اسلام. احنا ضيوف. لا اتفضل يا اساتذه اتفضلوا.
اتفضل يا ابو اسلم. انت طبعا يعني اجداء يعني احدثنا في الاسلام. انت اللي لان انا ممكن اجي اختم النت يفصل عندي والله. اسعدتوني والله وشرفتوني، بارك الله فيك اخي الشيف واخونا الدكتور وكل الضيوف الكرام، وفي انتظاركم بامر الله يوم الجمعه ان شاء الله، وبكره في بس 9:30 هنكون معاكم باذن الله. سبحان اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك، واشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسوله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. قبل ما اختم اخر حاجه قالها، بيقول ممكن تسمعوا تعلنوها على الملأ الان. انا لسه عارف منه هذه المعلومه، انه شايف حلم الليله اللي فاتت، انه جالس وسط ناس بتتكلم معاه. اللهم لك الحمد. بص يا اخي، كل شيء بقدر الله، وزي ما الكتاب عندك ما بيقول كل الاشياء تفعل مع الخير، فاحنا ربنا سخرنا ليك، واتبع تعليم المسيح. فتش الكتاب عندك، ده اخر كلام انا هقوله، فتش كتابك، ابحث عن كلام المسيح اللي قاله عن نفسه بعلاقته بالله عز وجل، وانت تجد الحقيقه. وانتظرنا بكره ان شاء الله. دخلت على 3 ساعات، دخلت على 3 ساعات باين، ساعتين. انتظرنا بكره باذن الله الساعه 9 مساء، 9:30 مساء، قبل التوقيت ده بساعتين. جزاكم الله خيرا. لا خلي بالك، استنى الموضوع قبل ما تقفل. توقيت الشتوى هيبدا بكره، يعني خليها 8 بقى. تمام، حاضر. 8:30 مساء باذن الله. باذن الله. احسن الله الينا واليكم، واحسن الله لوالديكم. جزاكم الله عنا خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. في امان الله يا اخونا.